بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة والطالبات طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الفيزياء. معكم مستر وليد من قناة فنون العلوم. هنستعرض مع بعض النهاردة بعض الأسئلة على درس السرعة من كتاب الامتحان، إن شاء الله نحله مع بعض. نبدأ بسم الله. أول سؤال معانا بيقول: أي من هذه الأشكال أو أي من الأشكال التالية يعبر عن حركة انتقالية؟ طبعا الشكل الأول دي حركة دورية، اللي هو السلك زنبركي ده طالع نازل كده، الحركة بتاعته بتتكرر بانتظام، يبقى دي حركة دورية، يبقى دي مش انتقالية. البندول برضو دايما بيبقى رايح وراجع رايح وراجع كده، يبقى دي برضو حركة دورية. أي حركة بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية يبقى حركة دورية. أنا عاوز بقى حركة إيه؟ انتقالية. طب ما هو برضو الكواكب دي بتلف حوالين الشمس في حركة دورية باستمرار، يبقى بالتالي دي برضو مش حركة انتقالية. الجسم ده له هنا موضع، وليكن موضع ألف، بعد كده هيتحرك لموضع آخر اللي هو يبقى له نقطة بداية ونقطة نهاية مثلا عند النقطة ب. طالما له نقطة بداية ونقطة نهاية يبقى دي حركة انتقالية، والإجابة د. تعالوا نتأكد من الإجابة، فالإجابة نشوف د فعلا هي اللي صح. السؤال اللي بعده: لحركة القمر في مساره حول الأرض عند مراقبته خلال ليلة كاملة تعتبر حركة إيه؟ تعالوا كده نشوف الأول. هو القمر لما بيجي يتحرك حوالين الأرض، القمر يا جماعة يعني مثلا نعتبر إن دي الأرض، تمام كده، وده القمر بيلف حواليه. القمر بيعمل دورة كاملة كل شهر حوالين الأرض، لكن لو راقبته بقى خلال ليلة هيتحرك من هنا مثلا لغاية هنا كده. ده خلال ليلة، فبالتالي هنا له نقطة بداية ونقطة نهاية، وبالتالي دي مش حركة دورية، دي حركة انتقالية، ولا حركة اهتزازية طبعا لأنه ما بيتحركش حول موضع السكون بتاعه. فبالتالي هو مش حركة دورية ولا حركة اهتزازية، هي تبقى انتقالية، بس انتقالية في خط مستقيم لا، أنا شايف إنها انتقالية في خط منحنى. ده خط منحنى زي قوس كده يا جماعة، هو بيتحرك فيه، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتبقى د. نستعرض كده الإجابة مع بعض ونشوف الإجابة إيه. الإجابة د فعلا. يلا نشوف اللي بعده. يعدو فهد. يعدو، كلمة يعدو يعني يجري. يعدو فهد في خط مستقيم بسرعة منتظمة، مدين السرعة هنا 10 متر لكل ثانية، ليقتنص فريسة خلال 15 ثانية. يبقى دي السرعة v وده الزمن t، فتكون ازاحته بكام؟ انا عندي يا جماعة مثلث لازم اكون عارفه باستمرار، المثلث بتاع السرعة، مثلث السرعة اللي هو يا جماعة بتعمل كده بالشكل ده. فانا عندي هنا السرعة v، السرعة v، السرعة v بتساوي الدي على التي. فانا لو عاوز اي واحد من التلاتة، لو عاوز الفي اقول يبقى الدي على التي، لو عاوز التي يبقى الدي على الفي، لو عاوز الدي يبقى الفي في التي. طب انا محتاج مين؟ انا محتاج الازاحه. الازاحه اللي هي الدي، اقول له يبقى الفي في التي. طيب كده الدي بتساوي في في تي. هضرب السرعه اللي عندي 10 متر لكل ثانيه، اضربها في 15 ثانيه يديك 150 متر. 150 متر، وبالتالي كده الاجابه هتبقى باء. تعالوا كده نستعرض الاجابه مع بعض ونشوف الاجابه فعلا باء. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي: تتحرك سيارة على طريق مستقيم بحيث تعبر علامة الكيلو 170 في اتجاه مدينة الغردقة الساعة 8 صباحا، ثم تعبر علامة الكيلو 5 الساعة 10 صباحا، فإن السرعة المتوسطة التي تتحرك بها السيارة. يعني إيه المسألة دي؟ صلى على النبي. لو أنا في عندي طريق وفي آخره هتبقى مدينة الغردقة، يعني مثلا دي الغردقة، طبعا وانا ماشي على الطريق بلاقي لوحات كده، في هنا لوحه مثلا مكتوب عليها كام؟ 170 كيلو متر. يعني ده معناه ان انت لما بتيجي هنا بالعربيه بتاعتك وبتشوف اللوحه دي بتبقى عارف ان بينك وبين الغردقه 170 كيلو. في لوحه تانية هنا كده مكتوب عليها 5 كيلو متر، يعني معناها ان انت بينك وبين الغردقه 5 كيلو متر. طيب لما كانت العربيه عند اللوحه 170 كانت الساعه 8 صباحا.
طيب لما وصلنا للوحة 5 كانت الساعة 10 صباح. كده لو جيت اسألك على الوقت ما بين اللوحة دي واللوحة دي، هيقول لي التايم كده عندي ساعتين، 2 اور. طيب لو جيت اسألك على الازاحة اللي مشتها العربية، هتيجي تقول لي هتطرح ال 170 ناقص الخمسة يديك 165 كيلو متر. بقى عندي الازاحة وعندي الزمن، عاوز السرعة المتوسطة. طالما سكت كده يبقى السرعة المتوسطة المتجهة. السرعة المتوسطة المتجهة بتساوي الازاحة الكلية على الزمن الكلي. الازاحة الكلية على الزمن الايه الكلي. طب الازاحة الكلية 165، الزمن الكلي ساعتين. تعالوا كده نحسبها ونشوف بكام. بسط ومقام، ونقول 165 على 2 تساوي الرقم ده. الرقم ده بكام يا جماعة؟ الرقم ده ب82.5. 82.5 كيلومتر لكل ساعة. الاختيارات للأسف ما فيهاش بالكيلومتر كل ساعة، الاختيارات كلها بالمتر كل ثانية. قلنا قبل كده عشان أحول من كيلومتر ساعة لوحدة المتر ثانية بضرب في 5 على 18. يعني أضرب الرقم ده في 5 وأقسم على 18. تعالوا كده على الآلة الحاسبة نضرب الرقم اللي معانا ده في 5 وبعد كده نقسم على 18 ونشوف النتيجة تبقى كام. اديني 22 91% أو 22.9 يعني الإجابة د. الإجابة د. يبقى كده المفروض اديني 22.9 متر لكل ثانية. طيب تعالوا نستعرض الإجابة مع بعض نشوف كده الإجابة المفروض إن هي د. تمام. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كانت المسافة بين الأرض والشمس مديني المسافة، يعني دي الإزاحة يعني، أو نقول دي المسافة بينهم، إحنا بنرمز لها بالرمز دي يعني. وسرعة الضوء في الفراغ 3 في 10 أس 5 كيلومتر في الثانية، دي السرعة v. فإن الزمن الذي يستغرقه ضوء الشمس ليصل إلى الأرض. أنا مديك إزاحة وسرعة وعاوز زمن. طبعا المثلث الجميل بتاعنا اللي كنا متفقين عليه من شوية أهو، لو نسيته هفكرك بيه، اللي هو v كانت بتساوي ايه؟ v كانت بتساوي برضو، طيب v كانت بتساوي الدي على التي. انا المره دي مديك الدي والفي وعاوز التي، انا عاوز التي. فلما انت عاوز التي تقول لي الدي على الفي، يبقى خلاص التي بتساوي دي على في. الدي بكام؟ الدي بالرقم ده 1.496 في 10 أس 5 على هنا 3 في 10 أس 5 اللي هي السرعة 3 في 10 أس 5. طبعا دي بوحدة الكيلومتر وهنا برضو بالكيلومتر، مفيش تحويل. وبالتالي ال 10 أس 5 دي هتروح مع ال 10 أس 5 دي، هقسم بس الرقمين دول على بعض ونشوف. أنا عاوز كام؟ أدا 1.496 على 3 تساوي، ونشوف هتساوي 498.6. 498.6 الرقم ده ج. تعالوا كده نشوف الإجابة نستعرضها مع بعض. مش عاوزة تطلع بس انتوا أكيد مصدقيني يعني. الإجابة إيه؟ ج فعلا. تمام. تعالوا نشوف اللي بعدها. بيقول لي أي من الأشكال البيانية التالية يمثل منحنى الإزاحة والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم بسرعة غير منتظمة. بسرعة غير منتظمة. طيب يا أستاذ تعالى ناخد الأشكال واحدة واحدة. ده جسم ساكن، السرعة بتاعته بتساوي 0، يعني الميل بتاعه بيساوي 0. ده سرعة منتظمة، ده أيضا سرعة منتظمة. إزاي؟ السرعة دي في اتجاه معين والسرعة دي في عكس الاتجاه. دي سرعة منتظمة ودي سرعة منتظمة. طب ودي سرعة غير منتظمة، يبقى الإجابة أكيد د لأنه هو عايز. بس أنا عاوز أتناقش معاك برضو في حاجة. لو أنا معايا رسمة زي دي كده كده، هتناقش معاك في شوية حاجات. طيب أنا هحط بس هنا الإزاحة بالمتر طبعا، وهنا الزمن بالثواني طبعا. وتعالى اما اقول لك مثلا المنطقه دي ا باء ودي باء ج وبعدين هنا د. لو جيت اقول لك في المنطقه ا باء الجسم يتحرك بسرعه ايه؟ تقول لي سرعه منتظمه. سرعه منتظمه ميلها موجب، يبقى سرعه منتظمه موجبه. طب باء ج ده هنا السرعه بصفر، في تساوي 0 لان الميل هنا بصفر.
طيب من ج لد هتقول لي السرعة منتظمة سالبة، منتظمة وسالبة. طيب لو بكلمك على الشكل ككل تقول لي السرعة غير منتظمة، السرعة غير منتظمة الشكل ككل. يبقى الشكل ده في أماكن فيه سرعات منتظمة زي أ باء أو ج د، وفي أماكن الجسم ساكن خالص، لكن الشكل ككل هو سرعة غير منتظمة. السرعة غير منتظمة ممكن أعملها برضو كده، سرعة غير منتظمة، وهكذا. يعني مش شرط الشكل ده بس، فأنا عندي أشكال للسرعة الغير منتظمة على حسب الجسم بيتحرك إزاي بالظبط. طيب يبقى هنا الإجابة د. تعالوا كده برضو نستعرض الإجابة مع بعض ونشوف. الإجابة د. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي إن الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة دي والزمن t الجسمين A و B يتحركان في خط مستقيم، فتكون النسبة بين سرعتيهما VA إلى VB، سرعة د لسرعة د. طب السرعة بتساوي إيه؟ السرعة بتساوي الإزاحة على الزمن. أجيب الإزاحة بتاعة A وأقسمها على الزمن بتاع A. طيب كده يبقى التلاتة دي على T واحدة، أو نقول 3 على 1. طب وبالنسبة لB، والله ده عند إزاحته عند 2 والزمن بتاعه عند 3. فتعالوا كده نتكلم بالأرقام بقى. لو عاوز أحسب سرعة A فأقول له إزاحته ب3 وزمنه ب1، يبقى 3 على 1. طب لو عاوز أحسب سرعة B يبقى بتساوي الإزاحة بتاعته ب2 هنا كده والزمن بتاعه ب3، أقول يبقى 2 على 3. طب أنا عاوز النسبة بين السرعتين VA إلى VB، فهقسم 3 على 1 اللي هي سرعة A خلصتها، وراح أقسم بقى على B، أقسم على مقسوم ولا أضرب في المقلوب؟ لأن أضرب في المقلوب أحسن. يبقى هقلب واضرب أحسن، 3 على 2، فبالتالي 3 في 3 يديك 9، 2 في 1 يديك 2، يبقى 9 على 2 يبقى الإجابة ألف. تعالوا نشوف الإجابة ونخش على السؤال اللي بعده. بسم الله، الإجابة فعلا ألف. تعال نروح نشوف السؤال اللي بعده. بيقول إن الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة دي والزمن t لجسم يتحرك بسرعة إيه بقى؟ والله يا أستاذ أنت قلت لنا طالما هنا بين الإزاحة والزمن والإيد خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل كده، فدي السرعة منتظمة. وطالما هي السرعة منتظمة يبقى أنا مش هختار ألف ولا هختار باء. امال اختار ايه؟ اختار يا جيم يا اما دال عشان هي ده منتظمه. بس مقدارها كام يا ترى؟ 10 ولا 40؟ انت برضو قلت لنا خد اي رقم من على الراس اقسمه على الافق، يعني الازاحه على الزمن. طب ما هو 20 على 2 او 40 على 4 او 60 على 6 هي كله هيديك كام؟ هيديك 10، وبالتالي الاجابه ج. الاجابه هنستعرض مع بعض الإجابة ونشوف هي فعلا إيه، جيم ولا لأ. الإجابة جيم. طيب تعال نشوف اللي بعده. الشكل البياني المقابل يمثل تغير موضع عدائين A و B يتحركان في مضمار مستقيم في نفس الاتجاه مع الزمن، ففي اللحظة التي تجاوز فيها العداء B العداء A كانت. بيسأل بقى على إزاحة وسرعة العداء B، يا ترى مساوية لإزاحة وسرعة العداء A ولا أكبر منها ولا أقل منها ولا ما أقدرش أحدد الإجابة ولا إيه بالظبط؟ تعالوا الأول نشوف المسألة دي. أنا عندي عدائين، واحد اسمه A باللون الأخضر والتاني اسمه B باللون الأحمر. بس أنا هلاحظ حاجة، الاتنين بادئين من عند الزمن زيرو، يعني ده قصاد الزمن زيرو وده برضه عند الزمن زيرو، لكن إزاحة A عند صفر بالنسبة للإزاحة، أما إزاحة B عند سالب 50. ده معناه إيه؟ ده معناه إنه B متأخر عن A 50 متر، متأخر عنه 50 متر. طب لما يبدأوا ينطلقوا يتقابلوا هنا عند الحتة دي، يعني B اللي هو متأخر عن A قدر يحصل A عند الثانية 45. بعد 45 ثانية B المتأخر ده قدر يحصل ايه؟ معنى كده ان سرعته اكبر، يعني البي سرعته كبيرة. طب والازاحة بتاعته برضو كبيرة. ليه؟ لانه ده اتحرك من صفر لغاية ازاحة مثلا هنا كده اللي هي من 150 ل 200 في النص كده تقريبا 175. اما ده اتحرك من سالب 50، يعني من تحت الصفر ب50 متر كمان، ومع ذلك قدر يحصل ايه عند الثانية 45. معناها انه مشى ازاحة اكتر منه، وبالتالي كده حل السؤال ده انه ازاحة بي
أكبر وكمان سرعته أكبر، وبالتالي هنا الإجابة باء. السؤال اللي بعد، تعال نشوف كده الإجابة الأول كمان لو نسيت. الإجابة المفروض إنها باء صح. السؤال اللي بعده هنا بيقول إن الشكل المقابل يوضح مسار كرة قدم تم ركلها بين 3 لاعبين على أرضية ملعب، فإذا تحركت الكرة من اللاعب A إلى اللاعب B في زمن قدره 1.2. طيب عاوز إيه؟ عاوز مقدار السرعة المتوسطة، مقدارها مش عاوز اتجاه للكرة بين موضعي اللاعبين A و B. طيب صلوا على النبي. هو قال لي انه يتحرك من A ل B في زمن قد ايه؟ ادي الزمن اهوت مديهوني ب1.2 ثانية، وطبعا مديني هنا الازاحة من A ل B ب18 متر. فانا لو عاوز السرعة، فالسرعة انتوا عارفين بتساوي الازاحة على الزمن. الازاحة عندي ب18 والزمن عندي ب1.2. تعال نحسبها على الآلة الحاسبة كده ونقول 18 على 1.2 تساوي 15. تطلع ب15، يبقى الإجابة د. طيب بعد كده عاوز الزمن اللازم لتتحرك الكرة من اللاعب B إلى اللاعب C، يعني تتحرك من هنا لغاية هنا بنفس مقدار السرعة المتوسطة المحسوبة في 1. طب وأنا حاسب السرعة في 1 ب15، خلاص يبقى كده أنا معايا السرعة ب15 في الحتة دي 15 متر لكل ثانية. وكمان هو مديني هنا الإزاحة، فأنا عاوز هنا الزمن T. فأنا عارف إنه T يا جماعة بيساوي الدي على الفي. ما أنتش عارف، ارسم المثلث اللي علمته لك في أول الفيديو كده. طب الدي بكام؟ الدي ب21 متر. 21 متر على السرعة بكام؟ ب15. طب اقسم لي كده 21 على 15 وقول بتساوي كام؟ هتساوي 1.4. يبقى المفروض الإجابة إيه؟ الإجابة ألف. طب يبقى د وألف. تعال كده نستعرض الإجابة مع بعض. تعالوا نشوف الإجابة هنا د، والإجابة هنا المفروض إنها ألف. مظبوط كده. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. يعدو شخص، يعدو يعني يجري، يعدو شخص في مسار أو في مسار مستطيل الشكل أبعاده 50 و40 فأكمل دورة كاملة في زمن قدره 100 ثانية، فإن مقدار السرعة المتوسطة، عاوز المقدار بتاع السرعة المتوسطة بكام؟ طب صلوا على النبي. تعال نمثلها الأول. أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل مستطيل أبعاده، هعمل مستطيل أبعاده 50 و40. ماشي ماشي، نعتبره يعني مستطيل ايه؟ تمام. فهنا ده 50 متر ودي 40 متر، وطبعا طالما ده 50 يبقى ده برضو 50 متر، وطالما ده 40 يبقى ده 40 متر برضو. دي حاجة انتوا عارفينها يعني. طيب يا أستاذ ده طبعا مقفول من هنا كده. طيب بيقول لي أكمل دورة كاملة. يعني ايه أكمل دورة كاملة؟ يعني لو كنت سميت المستطيل ده ألف باء جيم د، لما يحب يمشي دورة كاملة هيمشي كده ثم كده ثم كده ثم كده يرجع لألف تاني. طيب يا أستاذ، ما هو كده نقطة البداية هي ألف ونقطة النهاية هي برضو ألف، وبالتالي الإزاحة هنا بصفر. لما تيجي تشوف السرعة المتوسطة، السرعة المتوسطة المتجهة، لأنه طالما سكت هنا يبقى المتجهة. طيب ما السرعة المتوسطة المتجهة دي عاوزة الإزاحة على الزمن، يبقى أنا عشان أجيبها هقسم الإزاحة على الزمن. طب والإزاحة بصفر، تبقى هي بصفر، تبقى هي برضو السرعة المتوسطة بصفر. أمال لو كان طلب مني السرعة العددية المتوسطة، لا ساعتها بقى حاجة تانية. السرعة العددية المتوسطة بتساوي المسافة على الزمن. طب هو المسافة قد ايه؟ اللي هو محيط المستطيل كله. انت مشيت كده 50 و40 90 وبعدين 50 و40 كمان 90 يبقى 180، يبقى تقول له هنا 180. طب انت مشيتهم في زمن قد ايه؟ في زمن 100 ثانية. يبقى 100 ثانية، صفر مع صفر 18 10 فال1.8 متر لكل ثانية. يبقى الإجابة كانت المفروض هتبقى باء. في الحالة التانية كانت تبقى باء لو كان طالب السرعة العددية المتوسطة. لكن السرعة المتوسطة والسكت يبقى السرعة المتجهة المتوسطة، وبالتالي هتطلع بصفر لأن الإزاحة بصفر. يا رب تكون اتفهمت. فتعالوا كده نستعرض الإجابة مع بعض ونشوف هي بالظبط هتطلع ايه. احنا المفروض قلنا دال، يعني دال في ماشي في الإجابة الأولى او في المطلوب يعني. اما المطلوب التاني ده زيادة من عندنا يعني. طيب تعالوا نشوف السؤال ده
السؤال ده انا حالل شبهه تماما في الفيديو اللي فات، طبعا لينك الفيديو اللي فات انا هحطه لك مشروح نفسه يعني زيه بالظبط، فمش هنضيع في وقت. تعالوا نشوف السؤال ده. بيقول لي في الشكل المقابل دراجة هوائية بدأت الحركة من السكون. يعني ايه بدأت الحركة من السكون؟ يعني السرعة بصفر. تمام، فهي بدأت هنا الفي بتاعتها بتساوي زيرو من عند النقطة A، فوصلت للنقطة C بعد مضي 80 ثانية. يعني وصلت من هنا لغاية C في قد ايه بقى؟ في 80 ثانية. ده الزمن، بس منين لفين؟ من A إلى C، من هنا لهنا للآخر. طب مشت إزاحة قد ايه؟ برضه ورسمها لي كده لغاية كده، يبقى دي 600. يبقى هو مشى 600 متر في 80 ثانية. ثم استدارت وتحركت باتجاه معاكس، يعني بعد كده رجعت تاني واتحركت في اتجاه معاكس. وبقول لي ان هي توقفت عن النقطة بي، بس خدت 20 ثانية، خدت 20 ثانية وهي راجعة كده. الشوية اللي رجعتهم دول قد ايه بقى؟ 200 متر. 200 متر شوية من سي لبي. فإن مقدار السرعة المتوسطة للدراجة الهوائية من زمن بيساوي صفر للزمن بيساوي 80، من هنا من عند الزمن زيرو لغاية الزمن 80، تعال نجيبها كده. في المتوسطة بتساوي الإزاحة الكلية على الزمن الكلي، وبالتالي هو مشى من هنا لهنا في 80 ثانية كانت قد إيه؟ 600. 600 متر على 80 ثانية اللي هو الزمن الكلي. فهنا هتبقى صفر مع صفر يبقى 60 على 8. تعال كده نشوف 60 على 8 بكام؟ 60 على 8 تساوي 7.5. ال7.5 دي فين؟ ال7.5 دي هنا يا أستاذ في ج أو د. في ج أو د. تعال نشوف بقى ج ولا د. بيقول لي طب عاوز مقدار السرعة المتوسطة خلال الرحلة كلها. طيب تعال نشوف. الإزاحة الكلية برضو على الزمن الكلي. طب بص، هو أنا كنت مشيت كده 600، رجعت منهم 200 عكس الاتجاه، يبقى إزاحتي 400. يبقى الإزاحة كام؟ 400. يبقى انا لما اكون ماشي كده 600 في اتجاه معين وارجع منهم 200، يبقى الازاحه الكليه 400 في الاتجاه الاكبر، يعني في اتجاه الشرق. يبقى انا لو كنت ماشي مثلا 600 شرقا رجعت 200 غربا، يبقى الازاحه 400 شرقا. الازاحه تبقى مع الكبير دايما، شوف الكبير فين والازاحه تبقى اتجاه معاه. بس مش عاوز الاتجاه هنا لانه هو طالب ايه؟ طالب المقدار. طالما طالب المقدار فانا مش محتاج الاتجاه في حاجه، بس بندردش مع بعض يعني عشان تفهم اكتر. طيب يا استاذ، هي الازاحه تبقى كام بقى؟ احنا قلنا 400 كده خلاص. بس الزمن قد ايه؟ والله هو كان مشى كده في 80 ثانيه، ولما رجع كده رجع في 20 ثانيه كمان، يبقى رجع في 100 ثانيه. كل الازاحه اللي خدها من بدايه الرحله لاخرها 100 ثانيه. وكده الصفرين مع الصفرين يبقى 4 الواحد فيها الاربعه، يبقى كده 4 متر لكل ثانيه. يبقى كده الاجابه اكيد د. الاجابه د. يبقى احنا هنستعرضها مع بعض كده سريعا ونشوف اللي بعدها. الاجابه فعلا د. تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي هنا في مباراة كرة القدم كانت الكرة ثابتة في أحد أركان الملعب على بعد 50 متر من أحد اللاعبين ويجري نحوها بسرعة 3 متر لكل ثانية. هنمثلها دلوقتي، نرسمها وهتفهمها أكتر. وكان هناك لاعب آخر على بعد 35 متر من الكرة ويجري نحوها بسرعة 2 متر كل ثانية. فإن اللاعب الأول يصل للكرة يا ترى قبل اللاعب الثاني ولا بعد اللاعب الثاني؟ هو بيسأل يعني. تعالوا نشوف كده الأول رسمة المسألة دي. تخيلوا كده أنا عندي ملعب كرة قدم. طبعا أنت عارف ملعب كرة القدم بيبقى إيه؟ بيبقى مستطيل الشكل. تمام كده. فأنا عندي ملعب كرة قدم كده، وقال لي إنه في هنا لاعب في الطرف ده. هذا لاعب أهو، اعتبر إن في هنا لاعب في الملعب. تمام. والكرة هنا كده. المسافة بين اللاعب ده هنسميه اللاعب الأول، والكرة دي الكرة يا جماعة إيه؟ 50 متر. يبقى كده كأنه قال لي الإزاحة. وقال لي انه اللاعب ده بيجري ورا الكوره بسرعه 3 متر كل ثانيه، يبقى سرعته منتظمه وب 3 متر لكل ثانيه. في لاعب تاني بقى على بعد 35 متر من الكره. يعني ده هنا لاعب برضو. تمام. وعلى بعد 35 متر كانه اداني الازاحه كده كده، دي الازاحه بتاعتي. بس بيجري وراها بسرعه قد ايه بقى؟ بيجري وراها بسرعه 2، يبقى اداني برضو السرعه هنا بتاعت اللاعب ده ب 2 متر لكل ثانيه. فبيسألني على اللاعب الأول يا ترى هيوصل قبل ولا بعد اللاعب التاني وقد إيه؟ يعني لو وصل قبله هيوصل بقد إيه، ولو وصل بعده هيوصل بقد إيه؟ صلوا على النبي. إحنا هنحسب الإيه؟ الزمن في كل واحد فيهم، هنحسب زمن كل واحد فيهم. فالزمن بيساوي الدي على الفي. فتعالوا نقسم الدي على الفي. يبقى الزمن بتاع اللاعب الأول بيساوي الدي على في، يبقى بيساوي 50 على 3. هنقسم ال50 على 3، يلا. 50
على 3 تساوي، هتساوي كام يا أستاذ؟ 16 و67%. 16 و67%، طبعا ده زمن بالثواني. طب تعالى نحسب الزمن هنا، تي 2 برضو بتساوي الدي على الفي. الدي على في، الدي هنا بكام؟ ب35 والفي ب2، يديك بكام؟ يديك ب17.5 ايه بقى ثانية. تمام، 17.5 ثانية، وهنا 16.6 ثانية. هو مين اللي أخد زمن أقل عشان يوصل للكرة؟ اللي هو اللاعب الأولاني، يبقى هو اللي وصل الأول. ده أخد 16 ثانية وكسر، وده أخد 17 ثانية، يعني ده اتأخر أوي، يعني اتأخر ثانية، يبقى ده اللي وصل الأول. يبقى كده اللاعب الأول يصل للكرة قبل اللاعب التاني، يا دي اما بعد لا مش هتنفع. بس قبله بقد ايه؟ هنطرح الازمنه من بعض واحنا نعرف. انا عندي هنا 17 ونص، هطرح منها 16 و67. طب دي ال 17 ونص، 17 ونص ناقص 16 و67% تساوي كام؟ 83% ثانية. يعني هنا قبل اللاعب التاني بزمن 83% ثانية، يبقى الإجابة ألف. يبقى الإجابة ألف. تعالوا كده نشوف الإجابة إيه بالظبط ونتحرك على المسألة اللي بعدها. الإجابة ألف. تعالوا نشوف المثال اللي بعده. بيقول لي إن الشكل المقابل يوضح مسار حركة جسم يبدأ حركته من عند النقطة B ويستغرق 4 ساعات لقطع المسار الموضح، فإن السرعة المتوسطة الكلية للجسم بكام؟ والله هو المسار واضح ان هو ماشي كده كده كده. الاسهم دي بتوضح ان المسار اتحرك من عند بي وانتهى عند سي. فانا لو عاوز السرعه المتوسطه، طالما ما قاليش العدديه، يبقى هي المتجهه بتعتمد على الازاحه يا جماعه، يبقى لازم اجيب الازاحه. طب الازاحه هي ايه؟ الازاحه هي اقصر خط مستقيم بين نقطه البدايه ونقطه النهايه. طب صلوا على النبي، نقطه البدايه اهي ونقطه النهايه هنا كده. طيب من عندي بي لسي، هو ده قد ايه اصلا؟ تعال نشوف. والله يا استاذ انا عندي هنا ضلع، اللي هو الضلع ده ب7 كيلو. ده بسبعة ايه؟ 7 كيلو. هنا 1 كيلو، وهنا 2 كيلو. يبقى لو حطيتهم على بعض كده هيبقوا 3 كيلو، يعني الحته دي زي الحته دي بالظبط 3 كيلو. يبقى اكيد الباقي من السبعه كام؟ هيبقى 4 كيلو. يبقى انا عرفت ان الحته دي 4 كيلو متر. 4 كيلو ايه؟ متر. طيب يا استاذ الزمن قد ايه؟ 4 ساعات. وبالتالي لو تحب تجيب السرعة المتوسطة تقول لي يبقى الإزاحة الكلية، الإزاحة 4 كيلو متر على 4 ساعات يديك 1 كيلو متر لكل ساعة. طيب والاتجاه؟ من نقطة البداية لنقطة النهاية. الاتجاه فين؟ من نقطة البداية اللي فوق لنقطة النهاية اللي تحت، يبقى جنوبا. يبقى 1 كيلو متر جنوبا، 1 كيلو متر كل ساعة جنوبا. يبقى الإجابة د. يبقى الإجابة د. طيب الإجابة د نستعرضها مع بعض ونشوف اللي بعدها. الإجابة د فعلا. يلا نشوف اللي بعدها. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الإزاحة دي ل4 طلاب A B C D عن موضع مدرستهم، والزمن T. أي من الطلاب كان يتجه إلى مدرسته مسرعا ثم صار على مهل؟ والله يا أستاذ هو يعني إيه مسرع وبعد كده ماشي بطيء؟ الراجل ده مش ثابت على سرعة معينة، يعني سرعته غير منتظمة أكيد. طيب يعني مش ساكن؟ لا. يعني مش دي. طب مش ماشي بسرعة منتظمة؟ لا. يعني مش سي. يبقى الدي والسي مش معانا، لأن هو كده بيتحرك، فمش هاخد الدي لأن الدي بتعبر عن الجسم الساكن وما بتحركش بسرعة منتظمة، فمش هاخد السي لأنه السي تعبر عن الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة، خط مستقيم. طيب يبقى ما عادش معايا الا مين؟ ما عادش معايا الا بي غير منتظمه، وايه غير منتظمه. فاكرين لما كنت من شويه في مساله من المسائل بقول لك السرعه الغير منتظمه ممكن تترسم باشكال كتير جدا؟ فعلا. طيب يا استاذ لو دي هي المدرسه، لو النقطه دي انا قلت لك بمثلها ان دي المدرسه، يا ترى مين فيهم بي ولا ايه بيقرب نحو المدرسه؟ هو بيقول لك كان يتجه الى مدرسته، كان يتجه الى مدرسته. طيب مين اللي هيقرب للمدرسه؟ اكيد الايه. البي بيبعد عن المدرسه، اتحرك بازاحات مبتعدا عن المكان. اما الايه مقتربا الى، يعني الازاحات بتقل بتاعتي بتقل بتقل بتقل، يعني ممكن يوصل لغايه هنا اللي هي دي بالظبط.
وبالتالي الايه هو اللي هنختاره مقتربا الى المدرسه. يبقى ده الطالب ايه؟ الطالب الف او ايه، يعني الطالب ايه اللي هو حاططها لي في الف. تعالى كده نستعرض الاجابه ونشوف اللي بعدها ان شاء الله. فعلا الإجابة ألف. يلا نشوف رقم 17. بيقول لي إن الشكل البياني المقابل يمثل منحنى الإزاحة والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم، فإن الفترة الزمنية التي يكون فيها اتجاه السرعة سالب. احنا شارحين حاجة زي كده، فاكرين؟ ها، ده ايه يا جماعة؟ ده الاتجاه الموجب. منين لفين بقى يا جماعة؟ من عند الزيرو لغاية هنا، كده اتجاه موجب. كده اتجاه ايه؟ كده اتجاه موجب. كده الميل موجب، هنقول الميل موجب يعني السرعة موجب. طب من هنا لهنا، لا ده انا نازل بقى بعكس الاتجاه، يبقى ده هنا الميل سالب. طب ومن هنا لهنا، لا الميل هنا بصفر. الميل هنا بايه؟ بصفر، والسرعة بصفر، وكده الجسم ده ساكن. فلما يجي يقول لي انا عاوز السرعة سالب، اقول له يبقى في الفترة ده، اللي هي فين الفترة دي؟ اللي هي من عند النقطة دي. طب والنقطة دي قصاد مين؟ قصاد مين؟ قصاد التي 1. قصاد ايه؟ التي 1. هنعملها تاني كده، قصاد التي 1. تمام. لغايه النقطه دي اللي هي مين؟ قصاد التي 2. تمام. يبقى اقول له تي 1 ما بين تي 1 وتي 2. يبقى الاجابه اكيد اكيد باء. الاجابه باء. هنستعرض الاجابه ونشوف اللي بعدها. طيب، هنا بيقول ان الشكل البياني المقابل يمثل تغير الازاحه بمرور الزمن لجسمين. عندي جسمين A و B بدأ حركتهما من السكون. بدأ حركتهما من عند النقطة صفر في خط مستقيم، فتكون النسبة بين سرعتي الجسمين VA ل VB. طبعا احنا قلنا ان السرعة ممكن اجيبها لما يديني ارقام على الرأسي وارقام على الافقي، بقسم رقم من الرأسي على رقم الافقي، خاصة انه بادئ من نقطة الاصل. طب لو مفيش ارقام مديني زوايا، يبقى برضو السرعة تساوي تان سيتا، اللي هي برضو بتساوي السلوب الميل. يبقى الميل يا جماعة، الميل هو السرعة. الميل ده اقدر اجيبه فرق الصادات على فرق السينات، او ممكن اجيبه من تان سيتا، تان الزاوية يعني. طيب انا عاوز في اي على في بي. تعرفوا كأنه بيقول لي ايه؟ هات لي تان زاوية الجسم ايه على تان زاوية الجسم بي، بالظبط كده. طيب تعالى الايه، الايه زاويته بكام؟ من عند الافق لغايه ما وصلت كده الايه، انا عندي 30 و15 يبقى 45. اقول له تان 45 على تان زاويه بي، بي اللي هو الاخضر ده 30 بس، يبقى تان 30. تان 30 لما اقسم تان 45 على تان 30 هيديك جذر 3. يعني المفروض الاجابه جيم. المفروض ان الاجابه ايه يا جماعه؟ الاجابه المفروض انها جيم، صح. طيب السؤال اللي بعده رقم 19. الشكل البياني المقابل يمثل منحنى الإزاحة والزمن لفتاة تقود دراجة على طريق مستقيم، فإن سرعة الفتاة خلال الفترة AB. والله خلال الفترة AB، تعالى كده نشوف. الA هنا عند الصفر. طب والبي؟ البي يا أستاذ واصلة لغاية هنا. يعني أنت كأنك بتقول لي إيه؟ أنا عاوز الفترة ده. الفترة دهيت يا أستاذ السرعة فيها منتظمة وموجبة. منتظمة وموجبة، يبقى الإجابة ألف. طيب وعاوز سرعة الفتاة خلال الفترة بي سي. خلال الفترة بي سي. فين بي سي دي؟ اهي البي سي اهي يا استاذ، الحتة دي اللي هي قصاد الحتة دي بالظبط فوق. طب ما هو استاذ ما هنا السرعة بصفر، السرعة تساوي صفر، يبقى اختار د. تيجي نستعرض الإجابة مع بعض. احنا في الأولى قلنا ألف وفي التانية قلنا د. تعال كده نشوف ألف ودال. فعلا دي ألف ودي دال. طيب تعالوا نشوف سؤال، برضو سؤالين لسه متعلقين بالرسمة دي ونشوفهم مع بعض. عدنا الرسمة تاني، بس هي طالعة مش شبه اللي فاتت بالظبط. يعني اللي فاتت اهيت، التانية بس ايه يعني عرضت مننا شوية، لكن يعني هي نفس الرسمة يعني. عاوز سرعة الفتاة خلال الفترة سي دي. طيب تعالى استنى، الفترة سي دي، الفترة سي اهي، والدي لغايه هناك كده. يعني كانه بيقول لي الحته دي السرعه هنا منتظمه لكنها سالبه. لكنها ايه؟ سالبه. فاقول له كده منتظمه بس سالبه. طب الاجابه هنا هتبقى باء. طب تعالوا نشوف بقى اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين مقدار سرعه الفتاه خلال فترات A B و B C و C D والزمن. صلوا بقى على النبي. هو اولا الفتره A B، تعرف تقول لي احنا مشينا بسرعه منتظمه صحيح، بس هي مقدارها كام؟
وما عنديش هنا ارقام، بس عندي هنا تقريبا مربعات. فالمربعات دي لو انا شايف كويس فده مربع التاني التالت. انا مشيت 3 مربعات ازاحة من هنا، ده مربع التاني التالت. والزمن انا مشيت ده مربع التاني، يعني ممكن اقول كده 3/2. السرعة عندي 3/2 ب1.5 متر لكل ثانية، لأنه دي بالمتر ودي بالثانية. طيب وفي المرحلة بي سي قلنا السرعة في بتساوي 0، يبقى السرعة هنا كانت ب1.5 والسرعة هنا ب0. طب والسرعة هنا تعال نشوف. أنا كنت عند المربع الثالث ورجعت، يبقى أنا ورجعت لغاية الصفر، يبقى أنا مشيت 3 مربعات، بس مشيت في زمن قد إيه بقى؟ ده 1 2 3 4 مربعات. يعني ممكن اقول 3/4. 3/4 3/4 ب75%، يعني خد بالك ده ب1.5. ال1.5 ضعف ال75%. طب ده معناه ايه؟ تعالى بقى نشوف شكل يعبر عن الثلاث مناطق دول. صلوا على النبي. اولا المنطقه اللي في النص دي لازم تكون بصفر، لازم تكون بصفر. يعني ايه يا استاذ؟ يعني هنا بي سي مش بصفر، ده فوق خالص، ده لها رقم هنا، فده غلط. انا بمثل هنا بقى السرعه، بمثل السرعه، ما بمثلش ازاي السرعه نفسها همثلها. طيب انا عاوز منطقه تكون المنطقه اي بي، عاوز شكل يكون المنطقه اي بي ضعف السرعه في سي دي. هما مش قد بعض، هنا قد بعض، الاتنين قد بعض قدام نفس الرقم اهو. يعني لو هنا ارقام كده، انا بحط هنا ارقام، هما الاتنين عند نفس، لا ما ينفعش. طب هنا السي دي هي اللي اكبر من الاي بي، لا غلط. هنا الاي بي واخده المنطقه دي، والبي سي واخده 0، والسي دي واخده الجزء ده. طب ما الجزء ده يا استاذ لو انا مشيت كده هتلاقي هنا 1 2 3 مربعات، اما هنا ده مربع ونص. مربع ونص، يعني السرعة في السي دي فعلا نص السرعة في الاي بي. فتبقى الإجابة رقم د هي اللي صحيحة. وبالتالي تعالوا نشوف كده الإجابة، نستعرضها مع بعض ونشوف السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده فعلا هنا ده كانت باء، طب وهنا كان المفروض ان اخترنا د. طيب تمام، نشوف بقى السؤال اللي بعده. السؤال رقم 20 بيقول لي الشكل البياني المقابل يمثل تغير الإزاحة. الجسم يتحرك في خط مستقيم والزمن أو مع الزمن، فإن السرعة المتوسطة للجسم خلال الفترة من t بتساوي 0 ل t بتساوي 2 ثانية. هحدد الأول هي فين الفترة، من 0 لغاية ثانيتين. طيب تعالى كده، هو كأنك بتقول لي يعني فين؟ كأنك بتقول لي الحتة الحتة ده هي ده دي بالظبط. يعني السرعة هنا في الحتة دي كده. طب ما السرعة في الحتة دي يا أستاذ، ما تيجي نحسب الإزاحة. والإزاحة بكام؟ الإزاحة ب10 والزمن بتاعها ب2، يبقى ب5 تديني السرعة المتوسطة 5. تمام، نشيل بقى كل ده من على الرسم عشان نشوف اللي بعدها. احنا عرفنا دي ألف خلاص. طيب من 0 ل4، فين من 0؟ أدا الصفر، وعاوزها لغاية 4. فين ال4 أهي. تعالوا كده نشوف من 0 ل4 كده. يعني هنا ال4 يا أستاذ، أنا عاوز بقى المنطقة انهي، عاوز المنطقة دي كلها من الأول للآخر. يعني عاوز هنا كده، ودي كمان كده. طب يا استاذ صلى على النبي، انا لو عاوز اجيب السرعه المتوسطه زي ما انت عايز، انت عاوز سرعه متوسطه، فانا عاوز الازاحه الكليه على الزمن الكلي. طيب من الازاحه الكليه انا مشيت 10 في اتجاه معين، في الاتجاه الموجب، ورجعت 5. ايش عرفني ان دي 5؟ تعال نشوف اهو. ما بين ال4 و6 بالظبط، فهي 5. يبقى انا مشيت، لو عاوز اركز بقى، مشيت كده في اتجاه معين 10 متر لغايه هنا اهو، وبعدين رجعت 5، رجعت لغايه 5، الرقم 5 في عكس الاتجاه، يبقى الازاحه بتاعتي 5 في الاتجاه الكبير، في الاتجاه الموجب. يعني ده 5 بالموجب، 10 بالموجب، وده 5 بالسالب، يبقى الازاحه بتاعتي 5 موجب. بس الزمن قد ايه بقى؟ الزمن يا استاذ اللي هي 4، اقول له 5 على 4 الازاحه على الزمن. ف5 على 4 تطلع معاك بكام؟ بواحد وكام؟ بواحد وربع تقريبا. 5 على 4 تساوي 1 وربع فعلا. يبقى الإجابة باء. نمسح بقى الرسمة دي كده ونشوف السؤال اللي بعده. ياك تكون اتعلمت حاجة كده بالراحة واحدة واحدة.
عاوز بقى من 4 ل7، من 4 ل7. فين 4؟ 4 اهي، يعني من عند النقطة دي لغاية 7 هنا كده. تمام، يعني انت عاوز دي الحتة دي، وعاوز الحتة دي كمان. تمام، الحتة دي والحتة دي. طب يا استاذ، عاوز الازاحة الكلية على الزمن الكلي عشان اعرف اجيب السرعة المتوسطة. طيب بسيطة، الازاحة الكلية هو هنا كان واقف عند 5، هنا زي ما اتفقنا كده من شوية، دي كان واقف عند 5. هو لسه ما غيرش الازاحة بتاعته عند 5. طب وبعدين رجع لغاية فين 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 فين؟ رجع لغاية الاخر كده -6. فهيبقى عندي الازاحة الكلية على الزمن الكلي. طيب يا استاذ، الازاحة الكلية -6 ناقص 5 اللي انا بادئ من عندها، يبقى اقول له الدي بتساوي -6 ناقص 5 كده -11. والزمن من 4 لغاية 7 يبقى 3 ثواني، يبقى عندي الزمن بيساوي 3 ثواني. طيب يبقى كده يا استاذ اكيد السرعة اللي انت عايزها بتساوي -11 على 3. -11 على 3، تعال نشوف، -11 على 3 تساوي -3 و66. قول 3 67، يبقى الإجابة ج. طب ليه طلعت بالسالب؟ ما هو حضرتك ماشي أصلا في الاتجاه السالب، من هنا من عند النقطة دي لغاية النقطة دي كده في الاتجاه السالب. مش احنا قلنا لفوق كده الاتجاه الموجب وكده سالب؟ طب ما برضو كده سالب، فكانت لازم تطلع معايا سالب. طيب انت كده بدأت تفهم حاجات، ركز بقى. طيب يا استاذ هنمسح كده السبورة ونشوف اللي بعده، واحدة 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 نشوف كده. طيب هي معلش هتمسح اكتر من كده. فبقول لي من 0 ل8، من 0 ل8، تعال كده من نقطة 0 لغاية 8. طيب يا استاذ، ما انا كده عرفت ان الزمن ب8، تي ب8، يلا يا عم 8 ثواني. طب والازاحة؟ والله بص بقى، هو انا مشيت كده ورجعت كده ورجعت كده وقعدت الف طول النهار، وفي الاخر رجعت لنفس النقطة اللي انا بدأت من عندها، يبقى ازاحتك بصفر. ازاحتك بصفر، انت مشيت مسافات كتير لكن ازاحة صفر. طب ما هو طالما الازاحة صفر يبقى السرعة المتوسطة بصفر، يبقى الاجابة هنا د. تعالوا نستعرض الاجابات لو انتوا فاكرينها. انا كنت قلت الاجابة في الاولى كانت الف، وفي التانية كنا طلعناها ب1.25 اللي هي باء، وفي التالتة كنا طلعناها جيم اللي هي سالب بالظبط كده، وكنا طلعنا هنا طبعا الإجابة د. طيب آخر سبورة معانا، تعالوا بقى نشوف هتطلع معانا ايه، ولا لسه فيها 4 أسئلة يعني. فبيقول لي عاوز بقى السرعة اللحظية. في السبورة اللي فاتت كان عاوز السرعة ايه المتوسطة، هنا عاوز السرعة اللحظية عند الثانية بتساوي 1. عند الثانية 1 فين بقى؟ تعالى تشوف عند الثانية 1 كده، تفضل ماشي كده مع الثانية 1 لغاية ما تتقاطع مع الايه المحور ده وتطلع هنا. هتلاقي هنا عند 5 اللي هي ما بين ال4 وال6. فكده المفروض اقول له الايه السرعة بتساوي كام؟ السرعة بتساوي الازاحة على الزمن، يعني 5 على 1 يديك 5، يبقى الإجابة د. طب عند الثانية 3، عند الثانية 3 امشي معايا كده، عند الثانية 3 عند الثانية 3 عند الثانية 3 المفروض ان انت هتتقاطع مع الشكل عند النقطة دي كده وتيجي كده. ده فين ده؟ ده يا استاذ هنا 5، دي هنا ال6 وهنا دي ال7، هنا 7.5 8. انا واقف هنا عند 7.5 7.5. فانت في الكتاب هتبقى اوضح، يعني انا مش واضحة قوي معايا، بس دي عند 7.5. هقسم ال7.5 على 3، هقسم ال7.5 على 3 فهتديك ايه 2.5. بس خد بالك انت في الميل السالب ولا في الميل الموجب، يعني الثانية 3 دي في الميل السالب، فاقول له -2.5، -2.5 مش 2.5، يعني دي محدش مش جيم، هي تبقى المفروض الف. طيب بعد كده عند الثانية 4.5، فين الثانية 4.5؟ تعال نشوف الثانية 4.5 اهي، اهيت ما بين ال4 وال5. ده انا كده في السرعة صفر. مش احنا قلنا هنا صفر، الميل بصفر يبقى ملوش سرعة، يبقى السرعة هنا بصفر، السرعة ج. رقم بقى د، كده مسحنا السبورة كده وظبطناها، نحل بها رقم د. فرقم د بيقول لي عند الثانية 7.5، عند الثانية 7.5 يعني هنا ما بين ال7 وال8، يجي عند ال7.5 كده، دي ال7.5
واشوف كده دي هتتقاطع عندي فين بالظبط. لا تتقاطع هنا كده، فهمشي معاها كده. فواضح يعني ان هي تقريبا عند التلاتة، ماشية تعرض كده عند التلاتة. طيب هنا عند التلاتة سالب تلاتة، سالب تلاتة. طيب يعني كأنه بيقول لي هات لي الميل في الحتة دهيت، في الحتة دي. طب يا أستاذ هنا بالنسبة للزمن نص ثانية، نص ثانية. ليه؟ لأن أنت بادئ من عند 7:30 لغاية 8، يبقى الزمن نص ثانية. طب وبالنسبة للإزاحة؟ والله أنا لو متحرك من هنا من عند 7:30 وصلت لهنا عند 8، فأنا كده متحرك من عند -3 للصفر بالنسبة للإزاحات. فالإزاحة بتاعتي هتبقى دايما الحالة التانية ناقص الحالة الأولى، الحالة التانية ناقص الحالة الأولى. فكده هقول له يبقى صفر ناقص -3، اللي هي بديك 3. تمام، 3. طب والزمن؟ الزمن عندي بنص ثانية، نص ثانية. طيب يا أستاذ تبقى السرعة بتساوي إيه؟ السرعة بتساوي، السرعة ساعتها هتساوي اللي هو الإزاحة على الزمن، وكده بتساوي 3 على النص، تساوي 6 متر لكل ثانية. طب بالموجب ولا بالسالب؟ هي طالعة معايا بالموجب اهي. ليه بالموجب؟ ليه هي الإجابة بقى ليه بالموجب؟ لأن أنت كده في الاتجاه الموجب. احنا قلنا إيه؟ ده اتجاه موجب، ده اتجاه سالب، ده بصفر، ده اتجاه سالب، 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 موجب، موجب، ده موجب، وهكذا. يبقى انت كده بقيت فاهم يعني تتصرف ازاي ان شاء الله. تعالوا كده نشوف الاجابات. احنا كنا استعرضنا، قلنا هنا الاجابه تقريبا الف اللي هي كانت ب5. فين دال؟ دال، اسف، اللي هي كانت ب5. انا بقول الف اللي هي دال اللي هي ب5. هنا الاجابه كانت الف بسالب 2.5 فعلا. هنا الاجابه كانت جيم اللي هي بزيرو، لانه هنا كان عند 4.5 في الحته دي. تمام. وهنا الاجابه احنا اتفقنا ان هي هتبقى باء فعلا. يا رب تكون استفدت حاجه النهارده، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ان كنت استفدت حاجه ارجو منك يعني انك تدعم القناه بلايك او بكومنت او باشتراك او بمشاركه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.